بيكم حلقة جديدة من فنجان قهوة. موضوعنا النهاردة عن التغيرات اللي بتحصل في التقدم في العمر أو في السن الكبير. أكيد وإحنا بنكبر بيحصل تغيرات، زي ما بيحصل تغيرات فسيولوجية كمان بيحصل تغيرات نفسية، وهو ده اللي هنناقشه النهاردة. إيه هي التغيرات النفسية اللي بتحصل وإحنا بنتقدم في العمر؟ وكمان هنشوف برضو كبار السن أكيد بيبقى عندهم مشاكل كتير جدا نفسية، للأسف بعض الناس ما بينتبهوش ليها وبيتخيلوا إن إحنا في حياتنا واحنا بنمر بمشاكل او بخبرات معينه بنمر بمشاكل نفسيه، لكن خلاص وانس ان الواحد كبر او بقى كبير في السن ما عندوش مشاكل او ما عندوش تغيرات نفسيه بتحصل له. لا، بيحصل لهم تغيرات نفسيه كتير جدا، وفي بعض كبار السن كمان بيمروا باكتئاب. عشان كده محتاجين معامله خاصه جدا، محتاجين ان احنا ننتبه لاحتياجاتهم ومشاكلهم وتغيراتهم النفسيه اللي بتحصل جواهم واحنا مش حاسين بيها. وحتى واحنا بنكبر برضو المراحل اللي اصغر شويه من كبار السن اكيد بنمر بتغيرات كلنا بنحسها واحنا بنكبر. فهنفهم ايه هي اهم التغيرات اللي بتحصل واحنا نتقدم في العمر، ونتعامل معاها ازاي، ونتعامل مع كبار السن ازاي، وايه المشاكل اللي بيمروا بيها. هنفهم كل ده من ضيفنا اللي مشرفنا النهارده الدكتور محمد محمود حموده، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتور، في البدايه زي ما كنت بقول فكره ان احنا واحنا بنكبر، يعني كلنا بنحس واحنا بنكبر ان بيحصل اكيد تغيرات، زي ما بيحصل تغيرات في جسمنا بيحصل تغيرات نفسيه كمان. يعني ده حتى الصغيرين هما بيكبروا وبنخش سن المراهقه بيبقى في تغيرات نفسيه كبيره جدا، واحنا بنكبر اكتر. يعني في بعض الناس بتعتقد ان خلاص كبرت بقى ونضجت وبقيت حد كبير، ما فيش يعني فيش حاجه لخبطه زي سن المراهقه مثلا، لكن في عمر معين كده، يعني بالذات واحنا داخلين بقى اللي هم بعض الناس بيقول لك سن اليأس او المراهقه المتاخره. دي الحاجات اللي عارفينها او الشائعه اللي عارفينها عن التقدم في العمر والتغيرات النفسيه. لكن في اوقات واحنا بنكبر، مثلا الناس وهي داخله على 40 وهي داخله على 50 وبعد كده 60، كل مرحله من دي فيها اكيد تغيرات نفسيه بتحصل لنا، فيها حاجات بتسيب اثر جوانا نفسيا، وفي ناس ما بتبقاش متقبله حتى التغير ده. يعني حتى التقدم في العمر دي من ضمن المشاكل اللي بعض الناس بيمروا بيها، مش متقبلين الكبر. فعايزين نفهم في البدايه الاول ايه اهم التغيرات اللي بتحصل لينا واحنا بنكبر. طيب خلينا نتفق انه زي ما انت بتقولي كده فعلا احنا طول الوقت بيحصل تغير في نمونا النفسي. عشان كده دايما في نمو نفسي من اول الطفوله لحد الشيخوخه. وإيريك إريكسون عالم النفس كان مقسم مراحل النمو النفسي من اول الميلاد لحد الوفاه. يعني في مراحل نمو نفسي للاشخاص لحد الوفاه، مش بمجرد ان احنا بنعدي فتره المراهقه وبعد كده النمو النفسي بتاعنا وقف، لا. وزي ما حضرتك قلت كده، الشائع دايما او المشهور اللي الناس بتتكلم عنه هي ازمه منتصف العمر اللي كتير من الرجاله والستات بيخشوا فيها. طبعا هو شائعه اكتر عند الرجاله، بس برضه في ستات كتيره بتخش في ازمه منتصف العمر، وناس كتيره مش فاهمه يعني ايه ازمه منتصف العمر بالمناسبه. ودي اول حاجه ممكن تقابل الناس وهي بتتقدم في العمر. وعلى فكره هي سنها المفروض في الاربعينات، ويعني بدانا نشوفها مؤخرا بدري شويه بناء على الانجاز اللي الناس بتحققه. يعني ايه؟ هي مرتبطه بمرحله معينه بيكون فيها الشخص حقق انجازات في حياته وحاسس ان هو ما حققش اللي هو عايزه، حاسس ان هو بيشتغل طول عمره، ان هو وصل لحاجه كويسه في شغله، بس هو مش مبسوط زي ما هو عايز، هو مش حاسس انه مستمتع بالحياه زي ما هو عايز، حاسس ان بيدي اسرته وبيدي ولاده اكتر بكتير من اللي هو بياخده. فهنا يقرر انه يثور على الحياه بتاعته ويغير نمط الحياه بتاعته. ده لانه مش راضي ولا هو ده تغير يعني لازم يحصل، يعني لا، هو بيحصل هو طبعا تغيرات مش بيحصل مع نفسيه؟ كل الناس، هو مش بيحصل مع كل الناس عشان نبقى واضحين. في ناس بتفضل مأجله ده. يعني خلينا نتفق انه كل مراحل النمو النفسي المفروض بنمر بيها، بس في ناس بتقعد تعمل كبت لمراحل النمو النفسي بتاعتها فنفاجئ بيها متأخر. يعني ايه؟ يعني لما يبقى عندنا طفل او مراهق عنده تغير في الهرمونات والمفروض بدأ ينجذب للبنات وعايز يدخل في علاقات عاطفية وهكذا، وبعدين يعمل حاجة اسمها سبليميشن أو تسامي، فيكبت كل مشاعره تجاه البنات ويكبت كل رغباته العاطفية والجنسية ويوجه كل طاقته ناحية الرياضة فيتفوق رياضيا، أو ناحية الدراسة فيتفوق دراسيا. طب هو هنا بيعمل تسامي لإمتى؟
كانه بيأجلها بالظبط بالظبط، فهو بيأجل ده، لكن هي موجوده، فهي هتتأجل بس هتظهر في مرحله ايه بعد كده. فهو العادي انها زي ما قلت لحضرتك كده بتبقى بتحصل في الاربعينات، ودلوقتي لو حد حقق انجاز قبل سن الاربعينات فممكن تظهر في اواخر الثلاثينات. وفي ناس بتفضل عامله لها كبت لحد ما توصل للمرحله دي، فنلاقيها بتوصل بتخش في ازمه منتصف العمر في الخمسينات او الستينات كمان، يبقى عنده 60 سنه وقرر بقى وهو عنده ده 60 اللي سنه بيقولوا انه عليه مراهق متأخر. بالظبط بالظبط، هو مراهقة عمل متأخر. كبت لأثبت منتصف العمر واجلها لايه؟ لمرحله لسن متاخره، أكبر. لسن اكبر، لان هو ما كانش حقق الانجاز اللي يحسسه انه عمل كتير وما خدش اللي هو عايزه، فيفضل مأجل ومكمل في المثابره بتاعته وفي الانجاز بتاعه او في التسامي اللي هو بيعمله، ومركز في شغله ومركز في انجازاته لحد ما يوصل لمرحله معينه يحس بعديها انه انا اديت كتير وما خدتش اللي انا يبدأ عايزه. يقيم حياته بقى من أول يقيم وجديد. حياته من اول طب وجديد. بس هل بالضرورة كل الناس لازم تمر بيها؟ لا، هو أنا زي ما بقول لك مش كل يعني الناس او ما يحس، يعني ممكن تيجي بس ما يحسش بيها. ممكن تيجي او بس ما يحسش تظهرش بيها، بس عليه. هي مرحله من ضمن مراحل النمو النفسي للاشخاص، فممكن تيجي بس ما يحسش بيها، لكن كل الناس هتمر بيها، سواء اللي هيأخرها ويعمل لها كبت او اللي مش هيحس بيها او مش هيبقى ليها اثر كبير عليه، لكن كل الناس هتمر بالمرحله دي زي ما كل الناس بتمر بمرحله المراهقه. صحيح. وخدي بالك في المرحله دي بيعمل اعاده تقييم بناء على اللي فات بقى. يعني ايه؟ يعني هو لما اتجوز مراته كانت مراته مناسبه ليه لما هو كان عنده 25 سنه او 30 سنه وكان موظف صغير، بس هي لما بقى هو رئيس مجلس اداره شركه ما بقتش المناسبه ليه، فهو بيقيم بناء على ايه؟ بناء على لما كان عنده 25 او 30 سنه، ولا بيقيم بناء على دلوقتي؟ بيقيم على دلوقتي. فهو شايف انه دي مش مناسبه ليه. فاهماني؟ كل اختياراته في السن ده اللي اختارها زمان ما عادتش مناسبه ليه، فيقرر انه يغير الاختيارات بتاعته ويختار اختيارات جديده، فيقرر انه يروح يتجوز زوجه جديده، ويقرر انه يروح يشتري فيلا على البحر، ويقرر انه يروح يعمل مش عارف ايه، ويقرر حاجات كتيره، قرارات كتيره ممكن يبقى فيها اندفاعيه، تمام، بس هو بيقررها لانه شايف انه حياته اللي كانت موجوده قبل كده مش هي دي الحياه اللي هو عايزها، وان هو ضحى كتير، فحان الوقت انه ايه؟ انه يستمتع بده. هل ممكن حد ما كانش حاسس بده قبل كده يا دكتور، كان قبلها بالعكس كان راضي مثلا عن حياته، بس التغير ده يخليه يبقى مش راضي، يعني يتقلب من كان راضي وساتسفايد بحياته ومش شايف ان فيها مشكله وشايف بالعكس انه حقق حاجات بيحبها كتير، وبعدين يتقلب ويبقى مش راضي عن حياته طبعا تماما؟ التغير المرحله دي لما يوصل للمرحله دي هيحس كده، هيحس الاحساس ده. وعشان كده بنلاقي كتير رجاله بتقرر انها تتجوز في المرحله دي، ونلاقي كتير ستات بتقرر انها تنفصل في المرحله دي، يعني صحيح. تبقى مكمله وهي عندها 30 وهي عندها 40 وبعدين تيجي على 45 تقرر انها تنفصل. طب انت هتنفصلي عندك اختيارات تانية؟ لا، بس هي حاسه انها ضيعت حياتها في الايه؟ في اللا شيء، وان حياتي دي مش عجباني، وانا بضحي كتير عشان الولاد وعشان ابوهم، وانا مش مبسوطه في حياتي، فانا قررت فكفايه بقى. ده في الستين وحاجات كده برضه فتقرر انها تنفصل، بس هو السن الاساسي بتاعها هو السن ده، بس زي ما قلنا ممكن يحصل كبت فتظهر في 50 او تظهر في 60 زي ما حضرتك بتقولي. ده اول حاجه بنمر بيها في الاضطرابات اللي ليها علاقه بكبار السن. تاني حاجه الاكتئاب شائع جدا في كبار السن، وبيزيد اكتر بعد سن ال50، وهنا بنسميه سودو ديمنشيا او الخرف الكاذب. ليه؟ لانه هو عنده اعراض، المريض بيبقى عنده اعراض تشبه الخرف جدا، ولكن هي مش خرف، هي سببها الايه؟ الاكتئاب. فهو بينسى الاحداث القريبه، وبينسى كمان الاحداث البعيده، ومزاجه حزين واخد جنب طول الوقت، ومش متفاعل اجتماعيا، ولومه مضطرب، وتبدو عليه صوره الخرف، لكن في الحقيقه هو ده خرف كاذب، لان ده سببه الايه؟ الاكتئاب. فلازم قبل ما احكم على المريض انه عنده خرف لازم اتاكد الاول انه ما عندوش اكتئاب، ولو هو كبير في السن، لانه صوره الاكتئاب في كبار السن هي تقريبا نفس صوره الخرف، وعشان كده بنسميه الخرف الكاذب. تمام؟ ايه بقى الخرف نفسه؟ الخرف نفسه ده كلمه مشهوره بنسمعها اللي هي الديمنشيا، بس دايما الناس بتستخدم بديل ليها كلمة الألزهايمر. بالظبط، وده غلط للأسف، لأنه يعني الخرف دي حاجة ودي حاجة. الخرف ده الكلمة بالظبط العنوان الكبير، الامبريلا بالظبط كده، ده العنوان الكبير. من ضمن العنوان ده الألزهايمر، يعني الألزهايمر واحد من أنواع الخرف، لكن الخرف أنواع كتيرة. فعندنا حاجة اسمها الخرف الوعائي. الخرف الوعائي ده الناس اللي بيكون عندهم تصلب في شرايين المخ وعندهم جلطات في المخ يبدأوا يخشوا في حاجة اسمها الخرف الوعائي. هنا سببه الأوعية الدموية اللي في المخ هي اللي متأثرة، فعشان كده سميناه الخرف الايه؟ الوعائي. الأوعية الدموية اللي بتغذي مراكز الذاكرة ومراكز الانتباه متأثرة،
فعشان كده اسمه الخرف الوعائي. النوع الثاني حاجه اسمها فرونتو تمبورال ديمنشيا، اللي هو خرف الفص الجبهي الصدغي. ده نوع تاني من انواع الخرف. هنا التاثر فين؟ في الفص الجبهي والفص الصدغي، وعشان كده هو اسمه فرونتو تمبورال ديمنشيا. برضو نفس الحكايه، هو بيأثر في الذاكره وبيأثر في السلوكيات كمان. يعني ده بيبقى شائع معاه انه المريض بيعمل سلوكيات مش مظبوطه، بيتصرف تصرفات مش مظبوطه، فممكن تلاقيه بيقلع هدومه في مكان غير مناسب، تلاقيه بيتحرش بحد وهو مش طبيعته كده، تلاقيه بيقول كلام مش مناسب ولا وقته ولا ميعاده. فهنا السلوكيات هي اللي متاثره اكتر، وطبعا الذاكره بتتاثر هي كمان. النوع الثالث الخرف المصاحب لمرض باركنسون. يعني الناس اللي عندهم باركنسونيزم اللي هو إشلال الرعاش بيكون معهم خرف، بس الخرف هنا سببه مرض باركنسون. تمام؟ يعني المرض ده هو اللي جاب، هو اللي عمل الخرف. والنوع يبقى برضو الذاكره بالظبط كده، بس كمان مصحوب بحاجات تانية اللي هي اعراض مرض باركنسون، اللي هو يبقى الفليكشن اتيتيود، ان هو بيبقى متني، الشافلنج جيت انه بيمشي بيزحف، انه تخشب في العضلات بتاعته، عضلاته كلها مخشبه، تعبيرات وشه بتكون صلبه مفيش تفاعل، مونوتونس، انه يكون بيتكلم بنبره صوت ثابته طول الوقت، وانه يكون في رعشه في ايديه. طبعا الرعشه دي بتكون بالمناسبه ممكن تكون اكتر ستاتيك، يعني لما ما بيحركش ايديه فالرعشه تكون زياده، ولما يحرك تبقى الرعشه اقل وضوحا. تمام؟ وممكن يبقى العكس. وخدي بالك تبان قوي لما بيجي ياكل، ممكن المعلقه ما توصلش لبقه، فالرز يقع قبل ما يوصل لبقه. فدي حاجه من الحاجات اللي تقول لنا ان الراجل ده عنده باركنسونيزم. تمام؟ بلس بقيه الحاجات اللي احنا قلناها كلها. كل ده بيعمل اكتئاب اكتر كمان. كل الحاجات دي طبعا بتبقى معاها اكتئاب، كل انواع الخرف معاها اكتئاب بالمناسبه. النوع الاخير بقى اللي هو الالزهايمر، اللي هو احنا مش عارفين له سبب. تمام؟ ودلوقتي بقى في مجموعه من الاسباب، اللي هو ترسب التاو بروتين في المخ في خلايا معينه، هو ده اللي بيأثر على الذاكره وبيأثر على السلوكيات وبيأثر على المزاج في الالزهايمر ديزيز. بس هو اساسا الالزهايمر هو غير معروف السبب. بقيه الحاجات كلها ليها اسباب واضحه، زي ما قلنا كده، مرض باركنسون، الاوعيه الدمويه، الفص الصدغي والفص الجبهي فيهم مشكله. الالزهايمر هو الوحيد اللي ما كانش معروف حاجه وتعرف حاجه واحده بس من اسبابه. دي حاجه عامل مش كل حاجه، اللي هو التاو بروتين ده. طيب برضو المريض بيكون بينسى، وبيكون عنده مشكله في السلوكيات بتاعته، وبيكون معاه مزاج مكتئب طبعا. والمريض بعد شويه بيدخل في حاجه اسمها اعراض ذهنيه، فيبدا يحس انه الاخرين بيضطهدوه، يبدا يحس انه الاخرين بيتامروا عليه، يبدا مع ابنها، مرات ابنها مش بتاكلها. هو اللي بيحصل ان مرات ابنها جابت لها الاكل وهي كلت، وبعدين شالت الاكل، وبعدين الثانيه نسيت انها كلت، فبتقول لها انت ما اكلتنيش، وتيجي يجي لابنها تقول له مراتك ما بتاكلنيش. هي مراته اكلتها فعلا، بس هي نسيت وبدات تتهم انه مرات ابنها انها ايه، مش بتاكلها، وانها بتعاملها وحش، وانها مش بتسال عليها، وهكذا. يعني ده تطور بقى، تطور للنسيان. فتدخل في ضلالات اضطهاديه، وعندها اعتقاد ان الاخرين بيتامروا عليها، والاخرين بيضطهدوها، والاخرين عايزين ياذوها، وحاجات زي كده. تمام؟ وممكن يبقى مصحوبه كمان بهلاوس سمعيه او هلاوس بصريه، فتبدا تشوف حاجات او تسمع اصوات. هنا المريض بيجي للدكتور النفسي في المرحله دي. المريض في المرحله الاولانيه لما يكون الموضوع له علاقه بالذاكره بس، بيروح غالبا لدكتور المخ والاعصاب، عشان هو بيشتكي بس من الذاكره، او اللي حواليه هم اللي بيشتكوا. بالمناسبه شائع جدا ان مريض الخرف بانواعه ما يشتكيش من الذاكره، اللي حواليه هم اللي يشتكوا من الذاكره، انه بينسى. ان هو بينسى، هو دايما ينكر النسيان ويقول لا انا ما بنساش، انا كويس، ويعمل كونفيبيليشن، يعني يقوم حاشر احداث عشان ينسي القصه مش واقعيه تملى الفراغ بتاع الذاكره اللي كان موجود. فهو فاكر كويس قوي الاحداث اللي بعيده، هو مدرك لان هو بينسى. هو يعني مش مدرك ان هو بينسى، مش مدرك. هو مش مدرك ان هو بينسى. هو بيعمل ايه؟ هو الاول الذاكره البعيده بتبقى قويه جدا، فهو عمال يتذكر احداث الطفوله وذكرياته مع ابوه ومش عارف وحاجات كده، وبعدين يجي في الحاجات القريبه والذاكره القريبه هو ناسيها. فهو كل ونسي انه كل، فيقولوا له انت كلت، يكذبهم ويقولوا لا انا ما كلتش، انا ما كلتش، انتوا ما جبتوليش اكل، ويصر على موقفه، ويبدا ينسج قصص عشان يملى بيها فراغ الاحداث الموجوده. بقى اللي حصل بالظبط كده، يبرر اللي حصل ويملى فراغ الاحداث. طب انت كنت بتعمل ايه الساعه اللي فاتت طالما ما اكلتش؟ فيقول لا ده انا كنت بعمل قصه ثانيه خالص، وهو اللي مالفها من دماغه، بس هو بيملى
الفجوات بتاعه الايه، الذاكره. هو ممكن يبقى فاكر بدايه الحدث بس مش فاكر اللي مش حصل فاكر بعد كده، حصل إيه. فيألف اللي حصل بعد كده منه لنفسه. تمام، بس وده بيبقى شائع. عارف انه بيألف، يعني بيبقى عارف انه هو مش بيختلق بيبقى قصه، عارف انه بيألف، برضه مش هو مدرك مش هو عارف انه بيألف بيألف. قصه. ايوه، وعشان كده دايما الاخرين هم اللي بيشتكوا ان هو بينسى، وان هو بيتلخبط، وان هو بيألف قصص، وان هو او في مشكله. بيكذب او كده. وان هو وهو بيبقى شايف ان الموضوع ايه، عادي، ده انا بقول الحقيقه، هم ليه بيقولوا كده؟ لانه كمان الذاكره القديمه، ده انا بفتكر احسن منهم، ده انا فاكر ذكريات الطفوله. صحيح. الذاكره القديمه قويه، فهو متخيل لان الذاكره القديمه قويه يبقى الذاكره الحديثه اكيد ايه، يبقى اكيد كويسه اكيد هي كمان. قويه. بالظبط، يعني طبيعي ان احنا صحيح. ننسى الاحداث البعيده مش ننسى الاحداث القريبه. فده يخليه يكذب الاحداث ويصر على موقف. فدايما الناس هم اللي يروحوا يشتكوا، قرايبه وجيرانه والناس اللي عايشين معاه هم اللي يروحوا يشتكوا للدكتور في الاول من الذاكره، ويروحوا لدكتور مخ واعصاب. في المرحله الثانيه بقى لما يبدا يخش في سلوكيات ضلالات غريب. والسلوكيات تبدا تتغير، ويبدا يخش في اعراض ذهنيه، ويبدا يبقى فيها هلاوس سمعيه فيكلم نفسه، هنا بياخدوه لدكتور الامراض النفسيه. وغالبا احنا بنشوفه في المرحله الثانيه اللي هو بيكون الموضوع ايه، تفاقم بشكل كبير. طب دكتور، لو حد سلوكياته غريبة بس مش يعني مش بينسى او ما فيش اللي هي العلامات الخرف دي، لكن مع التقدم في العمر بنلاقي ساعات الناس كبار السن بيبدأ تصرفاتهم تبقى حتى لو عندهم حاجة معينة في شخصيتهم بتزيد قوي في السن الكبير. العصبية مثلا بتزيد قوي، فكرة ان هم ما عندهمش قدرة يتعاملوا مع حد ولا خلاص يتفهموا حد، وممكن يقطعوا الناس خالص وحاجات كده. دي بتبقى ايه سببها يعني؟ ومش شرط يكون في خرف. مش شرط يكون في خرف زي ما حضرتك بتقولي، بس سمات الشخصيه بتبقى كونسوليديتد جدا مع تقدم العمر. ليه؟ لانه كمان بيحصل ضمور في المخ كل ما بنتقدم في العمر. لما بنيجي نعمل رنين مغناطيسي على المخ المرضى بتوع كبار السن يعني بشكل عام، وما عندهمش خرف ولا حاجه، بنلاقي تغيرات في المخ بنقول عليها تغيرات طبيعيه مع العمر. ايدج ريليتد تشينجز، تغيرات زي الايجنج بتاع بالظبط الجلد كده، والمش عارف ايه، بالظبط حتى ده كده. كمان. فيحصل ضمور في المخ، حجم المخ يبدا يصغر، والتجاويف والاغاديد بتاعه المخ تبدا تتسع. هنا ده بيخلي قدرته على التحمل اقل، وبيخلي خلقه اضيق، وبيخلي قدرته على التفكير اقل، وادراكه اقل، وكل الوظائف النفسيه بتاعته اقل. فهنا بيبقى فيه مشكله، وتظهر بقى ملامح الشخصيه اللي كانت موجوده قبل كده. فهو لو كان شكاك شويه الشك يزيد جدا، زياده. بالظبط كده. وفي منهم طبعا بيبقى عنده امراض، هو نادرا بس بنلاقي مرضى زي فصام يجي له فصام في سن كبير، يعني ده موجود. انه مريض فصام يبقى في سن كبير، او انه يبقى مريض اكتئاب والاكتئاب يتنقل عنده من مرحله الاكتئاب لمرحله اكتئاب مصحوب باعراض ذهنيه، فيخلي التصرفات بتاعته تبقى ايه، تبقى غريبه. بس ده سببه هنا الاكتئاب زاد وتحول لاكتئاب ذهاني. تمام. طب هل الاكتئاب ده يا دكتور اشهر بقى المشاكل النفسيه اللي بيمر بيها كبار السن؟ اشهر المشاكل النفسيه اللي بيمر بيها كبار السن غير الاكتئاب هي الخرف. دي اشهر المشاكل النفسيه. تمام. الحاجه الثانيه الاكتئاب، اضطرابات القلق. كتير منهم بيبقى عنده اضطرابات القلق. تمام. وكتير منهم بيخش بعد التقاعد في متلازمه مشهوره اللي هي متلازمه التقاعد بقى، ان هو قاعد، هو تشبه الاكتئاب بس هو عنده احساس انه حياته انتهت، وان هو خلاص خرج من الخدمه، او ان هو ما عادش مطلوب، ما عادش ليه اهميه، ويبقى ده اللي مسيطر عليه طول الوقت، وما تحصلش غير بعد التقاعد. فيبدا بقى يشعر بالمشاعر بتاعه الاكتئاب بالظبط، بس مصحوب بيها فقد الرغبه والاهتمام في الحياه والشغف وكل حاجه. وايه اللي بيفرق يا دكتور من شخص بياخدها في بعض الناس، بس يمكن في المجتمعات الغربيه اكتر، في كالتشرز ثانيه غيرنا، ان هم بالنسبه لهم بعد سن التقاعد ده هو مستني السن ده بقى اللي بيبدا يعيش حياته، شايف ان هي دي بدايه انه يعيش حياته بقى ويعمل الحاجات اللي ما كانش بيعملها ويبقى عنده وقت اكتر. ايه اللي بتفرق من شخص لشخص انه ياخدها كده او كده؟ هو ليه علاقه بطبيعه الشخص نفسه. في ناس خلاص هي اتعودت على الشقه، اتعودت على الشغل، فبعد ما 60 سنه شغل يجي يقعد هو شايف انه فقد معنى الحياه. الحياه كان معناها بالظبط كده، الحياه كان معناها بالنسبه له هو بس الايه، الشغل. فبمجرد ما الشغل خلص فالحياه ما بقاش ليها معنى، فيبدا يدخل في المتلازمه دي. لكن التانيين لا، ده هم اصلا متعودين ان هم بيستمتعوا وبيستنوا الاجازات مخصوص، فهو خلاص وصل لمرحله انه حقق انجازه في الشغل وبقى ساتسفايد وراضي عن اللي حققه، مش بيفكر انه لسه عايز يحقق تاني وتالت. احنا عندنا دايما اللي في بالنا انه انا طلعت معاش يبقى انا كده استغنوا عني، يبقى انا كده ما بقاش ماليش لازمه، هم استغنوا عني، مش انا حققت انجازات واكتفيت بالانجازات. احنا ما بنكتفيش، احنا عايزين نفضل راكبين الوظيفه
لحد ما نموت. يعني بتفرق منظور الشخص اصلا بالظبط. للبرسبكتيف بتاعي عموما في حياتي، بالظبط ببص لايه. بالظبط. هناك بيبقوا شايفين اهميتهم في وجودهم، في استمتاعهم بالحياه، احنا شايفين اهميتنا في وظيفتنا، في المنصب اللي بنتقلده. فبنبقى عايزين نحافظ على المنصب. عندي 80 سنه وعايز افضل محافظ على نفس المنصب اللي انا فيه، مش عايز اسيب رئاسه المجلس مش عارف ايه، او امانه سر مش عارف ايه، او كل حاجه انا مش عايز اسيبها. ليه؟ عشان احساسي وجودي هو الوظيفه. هو الوظيفه، هو المنصب اللي انا فيه. لكن هم هناك ما عندهمش الفكره دي، ما عندهمش. بيعرفوا يستمتعوا، دايما نقول بيعرفوا يستمتعوا، مش بس بيعرفوا يستمتعوا، هو وجوده مش مرتبط بوظيفته. عشان كده ما عندوش مشكله انه يبقى رئيس جمهوريه ويرجع يبقى مجرد موظف. ما عندوش مشكله انه يبقى حد برلماني مشهور ويرجع يبقى مجرد موظف، لانه هو يعني ثقته في نفسه ما بيبقاش ممكن كده. عادي يرجع يعمل حاجه ثانيه. ثقته في نفسه مش مربوطه بالمنصب اللي بيتقلده، ورؤيته لذاته مش مربوطه بالمنصب اللي بيتقلده، مربوطه برؤيته لذاته الحقيقيه، واحساسه ان هو بيعمل وظيفته على اكمل وجه، او ان هو موجود عشان يستمتع بالحياه. طيب نصيحه اخيره يا دكتور، لاني لازم اختم للاسف، نصيحه كده سريعه للمحيطين بكبار السن، يتعاملوا معاهم ازاي؟ اولا لازم ناخدهم على قد عقلهم، ونبقى حاطين في دماغنا انه ده مش بمزاجهم، ده غصب عنهم، وهم ما عندهمش قدره على التحمل اكتر من كده. فاحنا لازم ناخدهم بالراحه وعلى قد عقلهم وما ننفعلش عليهم. الحاجه الثانيه، لو بداوا يبقى في ضلالات او في اعراض ذهنيه، فلازم ابقى متفهم الحكايه واخد المريض لدكتور امراض نفسيه عشان يساعده، لانه الموضوع صعب فعلا. الحاجه الثالثه انه ابقى فاهم كويس انه لو المريض عنده خرف الشيخوخه، الموضوع بروجريسيف، يعني هيكمل بيتطور مش هيقل. فمش معنى ان انا رحت للدكتور يبقى هو كده هيخف، لا، هو الدكتور بيحاول كل اللي يعمله انه يقلل الاعراض الذهنيه ويوقف تطور المرض السريع. بس هيبقى في تطور المرض ابطا شويه مع العلاج. فانا مش مستني شفاء للمريض بتاعي، ولكن انا مستني بس انه الاعراض تهدى شويه، او ان تطور المرض يبقى اقل شويه. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي كويس قوي. والحاجه الاخيره طبعا انه اخد بالي وافرق ما بين الخرف الكاذب اللي هو عباره عن اكتئاب، ولو خد مضاد اكتئاب هيخف ويتحسن ويبقى زي الفل، وخرف الشيخوخه، لانه ده بيختلط في بعض الامر على الاطباء نفسهم، بالذات اطباء المخ والاعصاب، لانه هو تركيزه دايما في الخرف بانواعه المختلفه، وشايل فكره الاكتئاب من الحسبان. عشان كده دايما بننصح المتخصصين، دي هيفصل فيها المتخصص النفسي بقى، الدكتور يعني النفسي، الطبيب النفسي هو اللي هيبقى حتى عارف يدي الناس ازاي التبس يتعاملوا ازاي مع الحالات دي بقى كلها، لان اكيد بتبقى صعبه جدا. للاسف وقتي انتهى. انا بشكرك جدا دكتور محمد محمود حموده، استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان. شكرا لك يا دكتور. شكرا لحضرتك، وبشكر كل مشاهدينا، والى لقاء اخر وحلقه جديده، موضوع جديد من فنجان قهوه.